تمام يا معالي الباشا. احنا جبنا العيال سيادتك. العبوات الناسفه كانت معاهم يا فندم. لا بدائيه جدا. مسامير وبارود في علب ورنيش. ايوه يا فندم. لا يا فندم لسه ما نعرفش توجهات وانتماءات العيال ايه بالظبط. سيادتك انا هشتغل معاهم وابلغ سيادتك بكل حاجه. لا يا فندم، الصحافه ما خدتش خبر بالموضوع. طبعا يا معالي الباشا. تمام سيادتك يا فندم. اتفضل اتفضل يا معالي الباشا. تمام سيادتك يا فندم. هات العيال اللي بره دول. امرك يا فندم. خش. اخرج انت واقف الباب وراك. امرك يا فندم. اسمك ايه يا ابني؟ محمود يا باشا. محمود؟ محمود ايه؟ محمود محمد يا باشا. دراستك ايه يا محمود؟ انا حقوق يا باشا. هم؟ حقوق يا باشا. حقوق؟ ايوه يا باشا. بتعمل كده ليه يا محمود ها؟ ها؟ اسمك ايه انا؟ اسمك ايه؟ يا ريمة. شوف بقى يا ابني انت وهو. الموضوع لسه ما خرجش من المكتب ده معايا انا. يعني لو بقينا حلوين مع بعض وجينا لبعض في العدل الموضوع ده هيخلص. هنلف بقى وندور على بعض ونلاوع، اخرتكم هتبقى سودة. فاهمين؟ انا عايز اعرف المتفجرات دي اتصنعت فين؟ ومين اللي وراها؟ ومين اللي خطط لكم العملية دي؟ احنا ما نعرفش حاجه عن الموضوع ده يا باشا. لا اهدي كده بقى بداية مش كويسة. المتفجرات دي لقوها في عربيتكم. يا باشا العربيه دي مش بتاعتنا. احنا كنا مأجرينها نتفسح بيها. واتفسحتوا؟ اتفسحنا يا باشا. الفسحة اللي على حق بقى يا رجالة إن العربية دي مسروقة ومبلغ بسرقتها في محضر رسمي ومدرجة في كمبيوتر الأمن العام. يبقى اللي اجرها لنا هو اللي سرقها يا باشا. والحاجات دي مالناش دعوه بيها. كده الكلام مات. الظاهر إن الدخلة اللي دخلتها معاكم في الأول دي كانت دخلة غلط. لكن في ناس كده ما تتكلمش إلا بطرق معينة. وأنا هنا عندي كل الطرق بتاعت الكلام. انتوا بتعملوا كده ليه؟ عايزين تخربوا البلد؟ عايزين تدمروها؟ عايزين تخلصوا عليها يا كلاب؟ قضيتكم دي اخرتها الاعدام. انتوا كده شلتوا الليله لوحدكم. فكروا في نفسكم. اللي بره مش هينفعوكم. انتوا دلوقتي جوه في ايدي، وانا مش هسيبكم لما تعترفوا. العيال دي تنزل الحجز تحت. حاضر يا باشا. تمام يا معالي الباشا. هي يا حسام وصلت الحاجة؟ كلموا يا باشا، قالوا كل حاجه. اوعى تكون استعملت العنف، انا عارفك كويس. لا ابدا يا باشا، هم قلمين واتكلموا على طول. بكره يروح النيابه ويغيروا اقوالهم ويقول لك ان هم اعترفوا تحت التهديد. ما يقدروش يا معالي الباشا. انا جبت اسماء الخليه كلها اللي خططت العمليه دي، وبستاذن سيادتك كنا عايزين امر من النيابه بضبط واحضار بقيه المجموعه. لحد كده تمام، تروح تجيب لي المجموعه تجيبهم لي جثث وساعتها مش هنخلص. يا باشا انا هجيبهم بهدوء والله. طب ما انا جبت دول ما حدش حس بحاجه. حسام انا عارف حماسك، سيب رأفت هو اللي يروح يجيبهم. انت ما بيجيش من وراك غير العطله يا حسام. ليه بس يا رأفت بيه؟ بقى انا بقالي 45 يوم ما نزلتش، تطلع لي مأمورية كده على البال وعلى الخاطر. والله انا اتحايلت على المدير ان اطلع المأمورية دي مرضيش. واعمل ايه يا سيدي بقى مع المدام بتاعتي اللي مستنياني؟ ولا العيال دي البت مايا بنتي كانت تقدرني يا ابني، دي اشد من المدير بتاعنا. بقول لك ايه، ما تبعت تجيبهم هنا شرم الشيخ، منها يشموا هوا ويتفسحوا شويه. بقى انا بقالي 45 يوم في شرم واقضي اجازتي كمان في شرم، ده انت مفتري يا اخي. خلاص يا سيدي، خلص المأمورية بتاعتك وليك عليا امسك نبطشيتك الشهر الجاي كله. ماشي يا سيدي. ايه بقى العيال دول؟ ايه موضوعهم؟ شوف يا سيدي،
آسف جدا يا دكتورة اتأخرت عليك. الطريق كان واقف تماما. لا مفيش حاجة يا دكتور. ايه الأخبار؟ الحمد لله. الله المكان ماله النهارده؟ ماله؟ مليان حبيبة، مش واخدة بالك ولا ايه؟ واخدة بالي يعني. أول مرة أخد بالي صحيح. بس الحقيقة الحبيبة دول شكلهم حلو قوي. عارفة أنا ما كنتش أعرف أشتغل في المعمل إلا على صوت أم كلثوم. يا دكتور طمني، أنا قاعدة على نار. أخبار الماتيريال إيه؟ أكلمك عن أم كلثوم تكلميني عن ماتيريال، وأنا اللي كنت جاي عشان نقعد نتذكر أيام الزمن الجميل. أنا جايب لك معايا كادو كمان. كادو؟ كادو إيه يا دكتور؟ حسيت إني عايز أجيب لك كادو، جبته. فيها حاجة دي؟ لا مفيش بس. يا دكتور مش معنى إن أجيب لك هدية إن ليا غرض. أنا بحب مراتي جدا هي وولادي، وأنت بالنسبة لي دلوقتي أكتر من أخت. في أخت ترفض هدية من أخوها؟ شيليها في شنطتك. متشكرة. متشكرة قوي يا دكتور أحمد. خلينا بقى في الشغل. أنا فهمت من كلامك إنك محتاجة في حدود 40-50 جرام يورانيوم. أنت طبعا عارفة خطورة خروج مادة زي دي من المركز، لكن أنا هحاول أوفرها لك في حدود الهالك من الكمية اللي عندنا. في الخباثة كده هجيبها لك قدامي من غير ما حد يحس. أي خدمة تانية؟ أنا مش عارفة أقول لك إيه يا دكتور أحمد. ما تقوليش أي حاجة. طب إمتى هتقدر توفر لي الكمية دي عشان أبتدي الشغل على طول؟ أول ما تروحي البيت افتحي الهدية اللي أنا جايبها لك، هتلاقي فيها 50 جرام يورانيوم. أنت رائع. أنت رائع يا دكتور أحمد.